دائما نسمع بهذا السؤال: منو الأفضل، كربلاء المقدسة أم مكة المكرمة؟ فالجواب راح يكون أكيد كربلاء المقدسة أفضل من مكة المكرمة، بحسب روايات وردت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. فالرواية الأولى عن الإمام الصادق اللي موجودة بكتاب وسائل الشيعة، حيث يروى أن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه. فأوحى الله إليها: إن كفي وقري، ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الأبرة غمست في ماء البحر، فحملت من ماء البحر. ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من ضمنته كربلاء لما خلقتك. فمنزلة مكة المكرمة هنا مقارنة كربلاء المقدسة كالقطرة على الأبرة. أما الرواية الثانية: الوداع الوداع، في أمان الله يا ضيف الحليف المؤمنين، كان بالأسحار يدعو ثم يتلو الجوشين، في ليالي القدر أحيا كل فرض حسن، وعلى قلبه بانت نكتة النور المشاع. الوداع الوداع الوداع. أما الرواية الثانية وردت عن الإمام زين العابدين عليه السلام: اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق أرض الكعبة ب24,000 عام، وإنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رفعت كما هي بتربتها. المقصود هنا أرض كربلاء نورانية صافية، فجعلت من أفضل رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة، فلا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. وطبعا مو بس هذين الروايتين موجودات، أكو العديد من الأحاديث والروايات تذكر قدسية هذه الأرض المباركة. فالحديث عن قدسية هذه الأرض المباركة التي احتضنت جسد أبي عبد الله الحسين يضعنا جميعا أمام مسؤولية الالتزام الديني والأخلاقي اتجاه هذه المدينة المقدسة، سواء كنا زائرين أو مقيمين.